أهلا بيكم. خبر النهاردة عن الفنانة ندى رحمي. فاجأت الفنانة ندى رحمي متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بخطبتها من صديقها المقرب، بعدما شاركت مجموعة من الصور مرتدية فيها خاتم الخطوبة التي أقيمت في منزل أسرتها بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء. ونشرت ندى رحمي صور تجمعها بخطيبها خلال حضورهم حفل زفاف اليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، معلقة وقايلة: أصل احنا اتنين غير أي اتنين عشاق بالصدفة اتقابلوا، وغرامنا مفيش زيه في الدنيا مفيش بعده ولا قبله. وتابعت متغزلة في خطابها: حكايتنا حكاية جميلة هيحكوها بعدين، وأنا هيحكوها في ليلة هتخلص بعد سنين. مئات المباركات تلقتها ندى رحمي سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، إذ لقت الصور إعجاب آلاف المتابعين. وكان من بين التعليقات: ربنا يتمم لك بخير ويجمع بينكم على الخير ويجمع بينكم مودة ورحمة. وتعليق تاني: الحلوة اتخطبت، وغيره: ربنا يسعد قلبك يا رب ويخليكم لبعض. قمر بيتخطب، أول مرة أشوف عروسة حلوة كده. قمر يا ندى، الخطوبة عن حب بتفرق برضه، البيست فريند بقى عريسها. نصح بعض المتابعين الفنانة الشابة بعدم إظهار حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مثلما يفعل البعض حتى لا تصاب بالحسد. قالوا لها: داري على شمعتك تقيد، لترد ندى: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، خليها على الله، الله خير حافظا. عبرت ندى رحمي عن سعادتها الكبيرة بالتهنئات التي وصلتها عبر رسائل الانستجرام، إذ كتب في منشور جديد أرفقته بصورة مع خطيبها: جالي كمية مسجات بتبارك لي بطريقة مرعبة، ناس بتبارك لي على خطوبتي، حقيقي ما تصورتش ابدا ان الناس هتبقى فرحانة لي كده. ووصلت: مش عارفة ازاي هقدر ارد على كل الناس الحلوة دي، بس يهمني انكم تعرفوا ان انتوا الفرحة الحقيقية وفرحكم بيا بالدنيا واللي فيها، ربنا يخليكم ليا يا رب. الف شكر، حقيقي انا ممتنة وسعيدة ومتشكرة لكل حد اهتم يفرحني ويبارك لي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. وكانت ندى رحمي تعرضت للتنمر وتصدرت ترندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وزنها الزائد التي تحدثت عنه خلال حديثها لهن قائلة: أنا واحدة كنت في يوم من الأيام وزني 200 كيلو، وكانت الناس كارهة ده، وفي ناس تانية يقولوا البنت القلبوزة بتشير بسرعة عشان شبهنا. سمعت ناس بتقولي انت شبه البقرة، بتلاقي بناطيل ازاي على مقاسك، بتنامي على سراير ازاي زينا، ولا بتنامي على اسمنت صلب، مشيرة إلى أن كل الأذى النفسي الذي تعرضت له كان سبب في إصرارها على فقدان الوزن. وقالت لدى مشاركتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا قبل أسابيع إنها قبل فقدان الوزن لم تكن تركز كثيرا مع المظهر، كما حكت عن خطوبتها السابقة التي تمت وهي بعمر 25 سنة، لكن لم تنجح لأسباب شخصية، لكنها أشارت إلى أن عمرها حينها كان صغيرا على أمانها في تكوين أسرة، لذلك قررت التركيز بعد الانفصال على عملها. كما لفتت إلى أن خطيبها السابق كان يرفض أن تجري عملية تخسيس رغم أن وزنها كان قد وصل إلى 192 كيلو، لكن قررت لاحقا أن تخسر بعض وزنها لأجل صحتها. والجدير بالذكر أن ندى رحمي كانت تجهز لمسلسل دليلك الذكي للطلاق، وتقدم شخصية اسمها نادية من المقرر أن يتم التصوير منه خلال الفترة المقبلة، حيث شاركت ندى رحمي في عدد من الأعمال الفنية ومن بينها فين قلبي وسكر برة، وأيضا مسلسلات عيون القلب والزيبق والنص التاني، إضافة إلى تقديمها في برنامج نفسنا. وبكده انتهى الخبر بتاعي، وكلنا ندعي لها بان يعني الموضوع هيتم على خير ان شاء الله. وفي خير كلام اقول لكم: لو عجبتكم القناه وعجبتكم يعني محتوى القناه، يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس والشير عشان يوصلكم دايما كل جديد من القناه. شكرا لكم.